النهارده عندنا ماتش في مدينة تانية، فهاخدكم معايا في رحلة أوريكم اليوم كله. Beckern, Ja, sag Hallo zu meinen Fans. Salam. Was tippst du für heute? Oh, Digga. Wie viel? 3-1 für uns. 3-1 für Bayern. Inshallah, Bruder. بصوا يا جماعة، هو ده شكلنا الملعب اللي هنلعب فيه. يعني النجيلة الطبيعية هناك، برضو المدرجات بتاعة المشجعين، وبرضو في ملعب هنا كده نجيلة صناعي. بس اعتقد هم هيقرروا بقى دلوقتي هيلعبوا في النجيلة الصناعي ولا النجيلة الطبيعية اللي هي ورايا دي. برضو زي ما قلت لكم مش هعرف اصور كل حاجة، بس هحاول اصور لكم اللي اقدر عليه. ماشي يا شباب، احنا لسه مخلصين الماتش. كان ماتش صعب جدا، بس كسبنا 2-1 الحمد لله. يعني في اول ماتش نكسبه 2-1، فاول 3 نقط يعني لينا في السيزون ده، وبقينا مركز ال 12. فكان ماتش حلو جدا، وانا نزلت في الاخر حتى لعبت حلو جدا. بس لسه برضو مش مبسوط قوي بالوقت اللي انا باخده، بس مش مشكله. هنشوف يعني الماتش اللي جاي بقى اعرف اخد وقت اكتر ولا ايه. بيركان sag mal hallo. Sieg. nicht sie aber Sieg. احلى حاجه بعد الماتش بحاول بقى ايه يعني اكسر الروتين شويه واكل حاجه مش مهم يعني، عشان بس اخد الايه كالوريز تاني. فبص بسخن ايه دلوقتي. بسخن بقى دلوقتي كفته بالبرجر. في واحد دخل عليا جامد بركبته في ظهري من تحت كده. بصوا هحط بقى تلج. عندي البتاعه دي، مش عارف انتوا برضه بتستخدموا الكلام ده ولا لا. هي زي بتاع كده ايس باك، بحطها دايما على اي مثلا وجع. لو اتخبطت كدمات او بتاع. هو ده الفيديو بتاعنا النهارده بقى. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب وتفعل الجرس، وما تنساش اهم حاجه تستمتع بالرحله.